تعال اقول لك ليه دي اشهر كاميرا 360 في العالم، وايه الجديد في اخر نسخه الانستا 360 X5. ومعايا كاميرتين، فده معناه ان في واحد في اخر الفيديو هيكسب واحده من دول. اول حاجه بقى في كميه اكسسوارات بتيجي مع الكاميرا، بطاريه، شاحن للبطاريه، الانفيزبل سيلفي ستيك، عدسه جديده عشان لو اللي معاك اتكسرت، كفر للعدسه، واخيرا شنطه عشان تحط كل اللي فيها. التصوير بيها بالليل بقى احسن بنسبه 144% عشان السنسور الجديد اللي فيها مع خاصيه البيور فيديو وكواليتي ال 8K، وده اقوى ازاز عملوه، ولو اتكسر منك تقدر تغيره. البطاريه بقت اكبر، اداء احسن بكتير، وبتشحن اسرع، وتقدر كمان تشتري بطاريه ثانيه تقدر تشحن البطاريتين في نفس الوقت مع الشاحن ده. ضافوا اوبشن اسمه دي وورب، ده بيخلي المباني اللي حواليك ما تبانش معوجه وانت بتصور. طبعا من اجمل الحاجات اللي بالنسبه لي واللي بتميز الكاميرا دي قوي وهي السيلفي ستيك او الانفيزبل سيلفي ستيك اللي ما بتبانش وانت بتصور، وتقدر تاخد بيها شوتات صايعه كده كأن الكاميرا ماشيه وراك. ودلوقتي ضاف فيها اوبشن جديد، هو انك تقدر تعمل كده مرتين عشان الكاميرا تبدا تصوير. ضافوا ميزه اسمها انستا فريم من الابلكيشن على طول، مش هتحتاج تعمل اي ايديت، هتخليك انت دايما في نص الفريم. والابلكيشن مليان فيتشرز ثانيه بالاي اي، بقى فيها ويند جارد علشان تمنع صوت الهواء والوش وانت بتصور. كاميرا اكشن خرافيه من الاخر، مش هتلاقي حاجه تديك نفس الافكت بتاع 360 ده، ولا الزوايا ولا الشكل ده. واللي مستني بقى وعايز يكسبها، كل اللي عليك تعمله تعمل لي فولو، وتعمل فولو الاكونت انستا 360 ME، وتعمل منشن ل3 من صحابك، وكمان 10 ايام هنختار واحد يكسبها. بس كده.